السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أمودو. نقاش اليوم حول طارق سكيتيوي المدرب ديال المنتخب الوطني المحلي، والماتش اللي داروا أمام أنغولا ماتش كان يعني فوز أداء ونتيجة. وغنتكلموا كذلك على بورصة أسهم البورصة ديال طارق سكيتيوي اللي طلعوا مباشرة بعد الماتش الأول أمام أنغولا، بعد قبل ما نشوفوا المباريات القادمة شنو غيوقع فيها. فنبداو أولا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طارق سكيتوي المدرب ديال المنتخب الوطني المحلي ونجم بورتو السابق، فقال بعد الفوز على أنغولا بهدفين دون رد برسم الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للمحليين 2024، قال أن هذا الفوز جاء ثمرة النضج التكتيكي النموذجي للاعبي المنتخب الوطني. يعني طارق سكيتوي كيقول لك أن اللاعب المحلي انضج تكتيكيا، وهذا الأمر ساهم في الأداء والنتيجة اللي شفناها في الماتش ديال أنغولا. وفي الندوة الصحفية اللي عقبت المباراة اللي حضرنا ملعب بنية الوطني، قال سكيتيوي: كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وعالية الإيقاع، لكننا تمكنا من صنع الفارق وحصد النقاط الثلاثة. وقال سكيتيوي عن رضاه عن هذه النتيجة مبرزا انتصار مهم لكونه سيمهد الطريق لتحقيق نتائج إيجابية أخرى. فعلا الانتصار في الماتش الأول غيعطيك معنويات مرتفعة اللاعبين باش تلعب المباريات القادمة. وقال أن واجه فريق يضم لاعبين سريعين وقادرين على صنع الفرق، فضلا عن دفاع صلب قادر على التحول وصناعة التفوق العددي في وسط الميدان، يقول طارق سكيتوي. وقال أن في المباراة القادمة أمام كينيا المقررة في 10 أغسطس، فقال: علينا اللعب بالعقلية نفسها والروح الهجومية والانضباط التكتيكي من أجل الفوز. وقال خصوصا أن نواجه منتخب يتمتع بأفضلية اللعب على الأرض، لأن لعب أمام الجماهير ديالو، أمام في الملاعب ديالو. وقال عميد المنتخب المحلي محمد ربيع حريبات اللي أعطوه الجائزة ديال رجل المباراة، قال الذي اختاروه كرجل المباراة، قال أن الفوز يعد يعني دعم معنوي للكتيبة ديال الأسود الأطلس، وقال أنهم حافظون الحفاظ على هذا النسق. وقال أن التشكيلة ديال المنتخب تضم أفضل اللاعبين في البطولة الوطنية وهو منعكس على الأداء في الميدان. وقال: نحن مستعدون لمواجهة باقي المنتخبات بفضل التحضيرات الجيدة في المغرب وكينيا. وقال أن الهدف الأسمى يظل التتويج باللقب. فسكيتيوي صراحة مدرب يشتغل كثيرا ولا يتحدث إلا قليلا. فصراحة كما فاش تكلم سكيتيوي على النضج التكتيكي، فهذا كيبين أن الرسالة فاش كيوصلها المدرب إلى اللاعب ديال البطولة المحلية كتكون هناك صعوبة تلقي تلك الرسالة، أي تلقي ذلك الخطة التكتيكية. ولكن قال يعني طارق سكيتيوي أن اللاعب المحلي نضج تكتيكيا، يعني كيقرا دغيا التعليمات ديال المدرب، كيفاش يحرك المباراة، كيفاش يغير الإيقاع، كيفاش هذا الأمر هو اللي قالوا طارق سكيتيوي اللي صراحة كان دار ماتش واعر أمام أنغولا، يعني أونيفو ديال التكتيك، أونيفو ديال التعليمات ديالو، حتى السرعة في الهجوم، وكنت شفنا حتى التجانس بين اللاعبين. صراحة طارق سكيتيوي في وقت وجيز استطاع أنه يدير يعني منتخب محلي قوي جدا. وكما قال سكيتيوي، قال في تصريح لأحد وسائل الإعلام، قال: ليس سهلا أن تحضر اللاعبين في 9 أيام وتفوز على أنغولا. يعني طارق سكيتيوي دار عمل صراحة خرافي في هذا الوقت الوجيز، وخلى اللاعبين أنهم يديروا واحد الروح جماعية بيناتهم، واحد التنافس. شفنا الجرينتا يعني المعنويات مرتفعة، يعني أعطاهم واحد شحنة باش يشرفوا البلاد ديالهم والعالم الوطني ديالهم. صراحة سكيتيوي نجح في ما يسمى بالتواصل مع اللاعبين. سكيتيوي الجميل فيه هو عنده الكوتي كومونيكاتيف، يعني الشق التواصلي مع اللاعب، يعني مدرب بارع في التواصل مع اللاعبين. هذا الامر يعني سكيتيوي ماشي مع المنتخب المحلي في هذا الماتش ديال أنغولا، بل حتى مع المغرب الفاسي ومع الانديه اللي لعب بردناطة بركان، وكذلك مع المنتخب ديال الشبان الاولمبي اللي ربح معاه البرونزيه. يعني صراحه سكيتيوي لاعب
مدرب عنده هذيك الفكر فاش كيتواصل مع اللاعب وكيخلي اللاعب انه ينخرط في يعني في المسؤوليه وانه يلعب بواحد القتاليه واحد التنافسيه. صراحه الماتش ديال انغولا والمغرب فاش شفنا المنتخب المحلي رجعنا لسنوات ديال الثمانينات والتسعينات فاش كان المنتخب الاول كيعتمد على اللاعبين المحليين وفقط واحد جوج ديال اللاعبين اللي محترفين. فسكيتيوي رجعنا الماضي ديال الزمن الذهبي. وكل صراحه الصحافه الوطنيه المغربيه تكلمات على سكيتيوي وعلى الماتش، يعني كلهم اعترفوا بان سكيتيوي دار واحد كوتشينج في المستوى، وقالوا ان طريق سكيتيوي يعني كسب واحد الشعبيه في هذه ماتش واحد، وسكيتيوي ولا حديث المغاربه، وهذا الشيء على حساب ركراكي اللي نال انتقادات لاذعه وانتقادات كبيره من بعد المباريات ديال الوديه ديال المنتخب الوطني الاول اللي شفنا الاداء واخا كتكون النتيجه ولكن الاداء ما كيكونش مقنع. فسكيتيوي عطانا جوج ديال الامور، عطانا الاداء وعطانا كذلك النتيجه. سكيتيوي الان البورصه ديالو الاسهم ديال البورصه ديال سكيتيوي كتطلع، وربما ناهزت البورصه ديال وليد كراكي اللي مؤخرا ظهر في تصريح قال انه الان غيحط اللاعبين ديال المنتخب المحلي تحت المجهر. فيعني بعد الصحافه والاعلام الرياضي يتكلم على الماتش الاول، ماتش فقط 90 دقيقه، حركات وليد كراكي من المكتب ديالو وقال انه سوف يضع بعض اللاعبين ديال المنتخب المحلي تحت المجهر باش يدخلهم في الخيارات التقنيه ديالو في المنتخب الاول. يعني هنا كتشوف بان الماتش اللي دار طارق سكيتيوي اثر على الركراكي وخلاه يخرج انه يراقب المنتخب المحلي، ماشي زعما الخاطرو بزز منه، لان المنتخب المحلي بينوا شي عناصر انهم يستحقوا في المنتخب الاول. فنتمناو انهم يستمروا في هذا النسق اللي بانوا امام انغولا، في كينيا كذلك يمشوا بهذا النسق. فلا شك ان طارق سكيتيوي صراحه مدرب يعني اطار يستحق، وما نساوش كذلك المساعدين ديالو اللي غنحقوا نديروا لهم واحد الحلقه خاصه عليهم نعرفوا شكون بهم المساعدين. حميد وكاين مساعدين اخر اللي حتى هما عندهم البصمه ديالهم في الخفاء، الناس كتشتغل في الصمت ولا يعني ما تبغيش هذيك البهرجه الاعلاميه باللي كيشتغلوا بصمت وكيعطيو الثمار ديالهم على المستطيل الاخضر. فالركراكي كما نقولوا ظلم حريمات في عدم الاستدعاء ديالو المنتخب الاول، وحريمات كينال جائزه رجل المباراه. وهذه رساله عاجله لوليد كراكي انه ظلم هذا اللاعب، لاعب ديال الجيش الملكي، ظلمه ظلم كبير جدا. وكذلك قال انه وليد كراكي انه يضع الوادني مروان الوادني تحت المجهر. فنتمناو ان النسق اللي بدا به طارق سكيتيوي امام انغولا وهذا الانتصار، الاداء بالنتيجه والاداء، انه يستمر في باقي المباريات. وكما نقولوا سكيتي واعي بالمسؤوليه، قال انه الهدف ديالو ان شاء الله هو التتويج. نتمنى التوفيق ونتمنى دائما التوفيق لكرة القدم الوطنية. نناقشوا موضوع آخر إن شاء الله في قادم الحلقات. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم من قناة أمودو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.